انا مش مصدقه ان وصفه السيرم اللي عرفتها بالصدفه فتح بشرتي وجسمي بالشكل ده في اقل من شهر. سيرم العرقسوس، السيرم ده بجد معجزه. انا بيبقى كوميدي جدا بالنسبه لي الفيديوهات اللي زي كده، بغض النظر عن هي هتقول ايه وايه السيرم اللي ب 20 جنيه اللي مستحيل يفتح اي حاجه طبعا، اللي يطلعوا ويقولوا لكم فتح بشرتي وجمالي وفلتر. ده فلتر، ده مش شكل بشرتها الحقيقيه. ولو شفنا شكل بشرتها الحقيقيه الله اعلم طبعا حلوه ولا وحشه، بس هنلاقيها بني ادمه طبيعيه وبشرتها طبيعيه. رئيس الوصفه النهارده هو العرقسوس، يا ريت تكوني جايباه من مكان موثوق. من مكان موثوق منين يعني؟ من السوبر ماركت، من فتح الله، من كارفور، من العطار، ما هو كله عرقسوس. سيرم قديمه زي الدروبر دي كده وتنضفيها وتعقميها كويس. عايزه كيس ماء مقطر وتحطي عليه كميه مناسبه، وتحطي عليهم معلقه صغيره جليسرين طبي من الصيدليه. بس كده بس كده يا بنات. خلاصه العرقسوس اللي هو الليكريش اكستراكت، في دراسات كتير جدا اثبتت ان هو بيفتح فعلا، وان هو له دور في علاج التصبغات، بالذات تصبغ ما بعد الالتهاب. لما بتبقى في منتج بيبقى مقصود بيها ماده معينه اسمها جليبردين. المواد دي هي اللي اتعمل عليها دراسات وهي اللي ثبت فعاليتها. دايما بينصح ان هي لوحدها في العلاج مش كفايه، لازم يكون معاها مواد تانية للتفتيح. وطبعا بيبقى تركيز المواد دي في العرقسوس العادي كده ولا اي حاجه. الجلد وظيفته ان هو يمنع الهبل ده من ان هو يخش جوه، ممكن يعمل لك التهاب بره بقى. يعني تركيز الماده في المستحضر الطبي هو الاساس، لكن تركيزها في الطبيعه كده اقل بكتير. خلاصه العرقسوس مكتوبه على كريم تفتيح، نروح نجيب عرقسوس ونحطه على بشرتنا؟ لا.